بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بیا جونم چای تو سرد شده. بیا جونم چای تو سرد شده. شربت تو بخور بابا. شربت تو بخور بابا. من دارم میرم بیرون، زود بر میگردم. من دارم میرم بیرون، زود بر میگردم. هنوز کار تو ادامه داره؟ هنوز کار تو ادامه داره؟ این کار رو بذار به عهده خودم. این کار رو بذار به عهده خودم. خیلی خوش آمدی، چه عجب یادی از ما کردی. خیلی خوش آمدی، چه عجب یادی از ما کردی. چی شنیدی که انقدر نگرانت کرده؟ چی شنیدی که انقدر نگرانت کرده؟ به کی داری زنگ میزنی؟ به کی داری زنگ میزنی؟ چت شده مگه نمیای بالا؟ چت شده مگه نمیای بالا؟ تو که بچه نیستی؟ تو که بچه نیستی؟ زیاد سخت نگیر. زیاد سخت نگیر. و خداحافظ. بیا جونم چای تو سرد شده. شربت تو بخور بابا. من دارم میرم بیرون، زود بر میگردم. هنوز کار تو ادامه داره؟ این کار رو بذار به عهده خودم. خیلی خوش آمدی، چه عجب یادی از ما کردی. چی شنیدی که انقدر نگرانت کرده؟ به کی داری زنگ میزنی؟ چت شده مگه نمیای بالا؟ تو که بچه نیستی؟ زیاد سخت نگیر. و خداحافظ. طيب شباب، حاليا راح نقوم بعملية ترجمة الجمل بشكل تفصيلي. كلمة بيا فعل أمر وتعني تعال. جونم عبارة تستخدم يعادلها بالعربي حبيبي أو كل كلمات التعارف أو المجاملة، مثل حبيبي، عزيزي، قلبي. هاي معادلها اللي هي طبعا كلمة جونم معناها روحي. زين، چای يعني چايك. مثلا چای تو، کتاب تو، پول تو. زين، کتاب تو يعني كتابك، پول تو يعني فلوسك. فنقدر نقيس على هذا النمط. سرد شده صار باردا. سرد وحدها برد. سرد شده يعني أصبح باردا، صار باردا. شربت تو بخور. أصل كلمة شربت، شربت، وحطينا لها تاء ثانية فتصير شربتت. هاي الواو هاي واو المفعولية، أصلها شربتت، شربتت را، لكن بالعامية يقولون شربتتو. بخور فعل أمر، فعل أمر التناول، يعني تناول شربتك. والترجمة النصية لكلمة بخور هي كل، فعل أمر كل، لكن احنا ما نترجمها بكلمة كل، وإنما نترجمها بكلمة تناول. تناول شربتك. بابا، شلون نقول احنا بابا؟ حبيبي، قلبي.
يعني اشرب شربتك يا حبيبي يا او بابا. زين. من دارم میرم بیرون. من دارم میرم بیرون. هاي الكلمة دارم بصراحة ما أعرف أشرحها لكم إلا باللهجة العراقية، يعني بصراحة ما أعرف باللهجات العربية الأخرى كيف تقال، ما أدري. بس هاي من دارم ميرم، دارم ميرم يعني دا أروح، جاي أروح. تدل على استمرارية الفعل في الآن، يعني الآن وهو مستمر. من دارم ميرم يعني أنا دا أروح بيرون برا، ممكن نترجمها إنه أنا دا أطلع برا. زود برمیگردم. كلمة زود يعني سريع، باكرا، بوقت قصير إن صح التعبير. يعني سأعود سريعا، سأعود باكرا، ما راح أطول. زود برمیگردم يعني أرجع. هنوز کارتو ادامه داره. هنوز يعني إلى الآن، لا زال. کارتو نفس كتابتو، پولتو یعنی عملوکه، کتابوکه. ادامه داره یعنی مستمر، لديه استمرارية، فيه استمرارية، يعني كارك يطول، متواصل، لديه استمرارية. این کارو بذار به عهده خودم. این کارو اصلها این کار را، این کار را. زين. این معناها هذا كار العمل، يعني هذا العمل. را أو رو هي نفسها را لكن بالعامية يصير رو، اللي هي علامة المفعولية. این كارو بذار أصلها بگذار. بگذار يعني ضع، دع أو خلي بالعامية. بعهدي من يعني بعهدتي، بعهدي خدم، آسف، بعهدي خدم يعني بعهدتي، بعهدتي أنا. خیلی خوش اومدی. جدا أو أهلا وسهلا بكم كثيرا، أهلا وسهلا بكم كثيرا. چه عجب يعني كم من يا للعجب. چه عجب يعني يا للعجب. یادی از ما کردی يعني تذكرتنا. هاي كلها الجملة يادي. طبعا كلمة ياد معناها علم، ذكرى، زين، تذكر، كلها تصح هاي المعاني. أزما يعني تذكر منا، يعني تذكرت منا. طبعا الترجمة النصية تعرفون شو عادة ما تجي، يعني نحس بها ركيكة، لكن احنا دا نترجم مفردة حتى نتعلم. أما المعنى الكلي يعني يا للعجب لقد تذكرتنا، يعني تذكرتنا. یاد از ما کردی يعني تذكرتنا، يعني كلمة يادي يعني ذكرى أو علم. ذكرى هنا راح تجي تذكر. از ما منا، از من ما نحن، يعني فراح تصير منا. كاردي هي هاي كلها يادي كاردي يعني تذكرت. هاي فعل مركب، يادي كاردي يعني تذكرت. طيب، چی شنیدی که اینقدر نگرانت کرده؟ چی شنیدی یعنی ماذا سمعته. ماذا چی ماذا شنیدی سمعته. که انه او الذي اینقدر يعني بهذا القدر نگرانت کرده. جعلك قلقا، جعلك قلقا نگرانت کرده. أصلها نگران کرده يعني أقلق. نگرانت کرده هاي تا صارت أقلقك. بکی داری زنگ میزنی؟ بکی، بمن. بمن، بمن داری زنگ میزنی؟ دا تتصل، دا تتصل. وأنا قلت هاي داري بصراحة ما أقدر أترجمها إلا بالعامية، فأي واحد ربما مو عراقي يروح يسأل العراقيين ويفهم من عندهم احنا كيف بدنا نستخدم هاي المفردة. چت شده، چت شده ماذا دهاك، ما الذي حصل لك، ماذا جرى لك.
تعبيرنا العراقي شبيك، مجنيمي ياي بالا. ليش انت ما راح تجي للأعلى؟ ليش ما تجي للأعلى؟ زين. تو که بچه نیستی. تو که بچه نیستی. طبعا كلمة ك أصلها يعني أصل معناها هو الذي، وأنا سابقا أشرت لها النقطة وقلت إنه إحنا كلمة ك نترجمها حسب الجملة، حسب ما يتناسب مع الجملة. يعني ليس بشرط أن نتقيد بكلمة الذي، لأن قلت أكثر مرة الترجمة النصية أحيانا لا تنفع، لا تؤدي الغرض، لأن هنا إذا ترجمناها نصيا هكذا راح تكون تو أنت كالذي بچه نیستی، لست طفلا، بچه طفل، نیستی لست، أنت الذي لست طفلا. زين. زياد سخت نگیر. زياد يعني كثير، سخت نگیر لا تصعب. طبعا هنا اكو شيء مقدر او محذوف مقدر وهو لا تصعب الامور. سخت نگیر يعني لا تصعب الامور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.